الوصفة بقى دي هتنسيكي اي وصفة مقبلات عملتيها قبل كده. يلا بقى نشوف الوصفة بتاعتنا الجميلة دي عملناها ازاي. عندنا بقى هنا صينية على النار هنحط فيها شوية من الزيت، ومعانا فراخ مقطعة صدور او وراك عادي زي ما تحبي. دي صراحة كانت وراك. هنحط بقى الفراخ بتاعتنا كده في الطاسة ونسيبها كده لحد ما تخر المية بتاعتها وتنشف. بعد كده هننزل عليها بفلفل اخضر متقطعينه. انا هنا كنت متبله الفراخ ببصل مبشور وطماطم مبشوره وملح وفلفل. نزلنا بقى كده بالفلفل الاخضر، وبعد كده نزلنا بشرايح من البصل. كنت برضو حط عليها شويه من التتبيله اللي هي البصل المبشور والطماطم المبشوره. هنبدأ بقى نقلبهم كده لحد ما تستوي معانا، وبعد كده هننزل طبعا بمعلقة الصويا صوص اللي هي لا غنى عنها في جميع التتبيلات بتاعتنا بالشكل دوت. وهنا كانت الفراخ بتاعتنا جهزت. هنجهز بقى لفة الجلاش بتاعتنا. هناخد كده ورقتين من ورق الجلاش وندهنهم سمنة على زيت. لو حابة تحطي ورقة وتدهني وبعدين تحطي ورقة تانية مفيش مشكلة. حابة تحطي الورقتين على بعض زي ما انا عملت مرة واحدة كده وتدهني الطبقة اللي فوق برضو مفيش مشكلة. هنحط بقى كده الفراخ بتاعتنا كده على الجلاش ونبتدي بقى نلف كده على شكل رولات زي ما احنا شايفين. والحشوة بتاعتنا اقتصادية وبسيطة. الفراخ موجودة عندنا في كل بيت، والخضار برضو البصل والطماطم والفلفل برضو موجودين عندنا، مش هتكلفنا حاجة. هنبتدي بقى نلفها كده على شكل رولات. بعد كده معانا معلقتين من الصلصة عليهم معلقة من الزيت او معلقة من السمنة. هنبتدي بقى ندهن كده وش الجلاش بتاعنا بالصلصة عشان يدينا لون حلو كده. ومعانا كمان جبنة موتزاريلا. عايزة تحطي اي نوع جبنة عادي، حطي الجبنة المتوفرة عندك. هنبتدي بقى نرش الجبنة كده على وش الجلاش، ولو عندك زيتون برضو ممكن تحطي مع الجبنة هيبقى حلو. بعد كده بقى هنسخن الفرن بتاعنا وهنحط فيه صينية الجلاش بتاعتنا عشان تطلع معانا بالشكل الجميل ده. صينية الجلاش معانا وشها ذهبي وجميل وطرية. عاوزة تقطعيها كده زي ما انا بقطعها هتبقى اسهلك، او عاوزة تخليها زي ما هي برضو عادي مفيش مشكلة زي ما انتي تحبي يعني. هنبتدي بقى نطلع الجلاش بتاعنا كده من الصينية. قد ايه الجلاش طري وجميل ولونه ذهبي، ينفع معاكي بقى كوصفة غدا او عشاء، او برضو في الرحلات لو رايحة خارجة برا او رايحة رحلة او حاجة ممكن برضو تعمليه وتاخديه معاكي هيبقى جميل. الجبنة معانا قد ايه سايحة وبتمط وجميلة. وصفة سهلة وبسيطة واقتصادية. جربيها وان شاء الله يا رب هتعجبك. واشوفكم في وصفة جديدة وفيديو جديد ان شاء الله على خير.